اشتري وحدة عقارية مع بروكر ولا اشتريها من الشركة دايركت؟ كتير بيسألوا هل لما اروح اشتري وحدة عقارية من الشركة دايركت باخد ديسكاونت عن ان انا لو رحت خدت معايا بروكر؟ في الفيديو ده هوضح لحضرتك الفرق ما بين انك تشتري مع بروكر او مع انك تشتري مع الشركة دايركت، وهقول لحضراتكم ايه هي مواصفات البروكر اللي ممكن حضرتك تروح تاخده معاك او تخليه هو يشتري لك الوحدة العقارية بتاعت حضرتك. مع حضراتكم المهندس مهدي رجب، سي او لشركه توب مانجمنت، وهبتدي اوضح لحضراتكم الاول الفرق ما بين الاثنين. رقم واحد، لما بيبقى في وحده عقاريه مطروحه على حضرتك في الساحل او في العاصمه او في اي مكان، الوحده العقاريه ثمنها مثلا 10 مليون او ثمنها 5 مليون او 2 مليون. نفس الاسعار دي اللي حضرتك بتسمعها هي اللي بتروح لشركه البروكر او للبروكر، يعني مفيش فرق ما بين الاسعار. يعني الوحده دي مش بتتعرض مثلا على حضرتك مثلا ب 8 مليون وبتتعرض على البروكر ب 10 مليون، فحضرتك لو رحت دايركت هتبقى اقل من سعرها ب 2 مليون اطلاقا. هي نفس الاسعار اللي موجوده هنا، هي نفس الاسعار اللي موجوده هنا. فعشان كده لازم حضرتك تعرف اول حاجه، انك لو رحت اشتريت الوحده بتاعت حضرتك دايركت من الشركه مش هتاخد اي ديسكاونت او مش هيبقى في فرق في الاسعار اطلاقا. طيب، مع ان بيجي للناس مكالمات من السيلز اللي في الشركات دايركت بيقولوا ايه؟ بيقولوا يا فندم حضرتك لو جيت لنا دايركت هتاخد من عندنا ديسكاونت، لو جيت مع البروكر مش هتاخد الديسكاونت ده، او تعالى مع شركه البروكر او ما تجيش مع شركه البروكر وتعالى عندنا دايركت عشان ممكن وحدات تبقى في الانفنتوري اكتر، في وحدات احنا مثلا شايلينها للتيم الدايركت. اطلاقا الكلام ده مش بيحصل. ولما بيحصل حاجه زي كده من حق شركة البروكر ان هي تعترض على ده وتاخد اجراءات ضد الشركة دي، لكن بنسبة 80-90% في الماركت ما بيحصلش حاجة زي كده. ليه السيلز الدايركت، بعض الشركات السيلز دايركت بيقول لحضرتك كده؟ عشان نسبة العمولة او الكوميشن اللي بياخدها البياع او السيلز في شركة الديفلوبر بتبقى اكتر شوية. ان هو لو جاب دايركت بيبقى في حاجة اسمها دايركت واندايركت، هو ده الفرق. لكن في الحقيقه هي نفس قيمه السعر هنا، هو نفس قيمه السعر هنا، والديسكاونت اللي ممكن يديهولك هو برضو نفس الديسكاونت اللي قايله لشركه البروكر ان هو ممكن يجيبه لحضرتك. فلازم تعرف ان رقم واحد، مفيش فرق خالص في الاسعار انك تروح مع بروكر او تروح للشركه دايركت. رقم اتنين، الانفنتوري بيبقى موجود في الشركه هو نفس الانفنتوري اللي بيبقى معروض على حضرتك من الشركه دايركت. طيب، دي يبقى ده اول فرقين. الفرق الثالث، مميزات انك تروح مع بروكر. اول ميزه ان البروكر ده بيقدر يجيب لحضرتك بديل من الانفنتوري او من الوحده العقاريه لو ما يناسبش حضرتك شراء وحده سكنيه او وحده اداريه او وحده تجاريه. يعني لو انا الشركه دي ما عندهاش متطلباتي، او لو ما قدرتش اشتري عندهم بسبب ان هم بعد اللونش الاسعار زادت، فالبروكر بيجيب لك مشروع واثنين وثلاثه، وده هيدك كبير جدا، فهياخد مع حضرتك وقت عقبال ما حضرتك تقدر تلاقي الوحده العقاريه اللي حضرتك محتاجها. طيب، يبقى الميزه الثالثه ان البروكر بيبقى عنده اكتر من مشروع فبيقدر يعرضهم على حضرتك. طيب، الميزه الرابعه او الفرق الرابع، ان البروكر كمان بيقدر يقول لحضرتك مميزات وعيوب كل شركه. لكن لما تروح دايركت للشركه طبيعي هو بيبيع بضاعته هو، فعمره ما هيقول لحضرتك ان انا عندي عيوب كذا وكذا. النقطه الخامسه، الى ان السعر اللي حضرتك بتشتري بيه هل هو يناسب انك تاخد في مكان تاني احسن من المشروع اللي حضرتك بتشتري فيه ولا لا. يعني ساعات كتير قوي بيبقى مع حضرتك مثلا 10 مليون جنيه تقدر تشتري بيهم مكتب اداري مثلا. البروكر لما بتروح مع بروكر او بتتعامل مع بروكر، البروكر بيقدر يقول لحضرتك ان ال10 مليون جنيه يجيبوا لك في 20 مشروع، احسنهم اول 5 مشاريع عشان بناء على معايير معينه. فبيقدر ان هو يقيم لك المشروع ده وبيقول لحضرتك ان المشروع ده افضل من المشروع ده بناء على ايه. دي النقطه الخامسه. النقطه السادسه، ان حضرتك من بره مصر تقدر تعتمد اعتماد كامل على البروكر، ان هو يروح الشركه ويحجز لحضرتك، وبعد كده يدخل مع حضرتك زوم ميتنج ويبتدي ان هو يهندل الامور مع حضرتك لان هو رايح لحضرتك مخصوص. اما الدايركت بيبقى معاه اكتر من عميل بيسكنه في نفس الوقت، وبيبقى الهم الاكبر لشركه الديفلوبر ان هو
يخلي حضرتك تشتري الوحده بتاعتك دي، لان مفيش بدائل تانية، فبيبقى في نوع من الضغط او السرعه في الاختيار. اما شركه البروكر او البروكر بيبقى عارف ان حضرتك لو ما خدتش، لا اما هيبقى في انفنتوري تاني هيفتح، او يقدر يودي حضرتك في شركه تانية وثالثه ورابعه. ده الفرق السادس. الفرق السابع ان البروكر كمان بيقدر ان هو يبقى مع حضرتك وانت بتتعاقد، بيراجع لك على بنود العقد، بيقول لك ايه العيوب اللي موجوده، بيقدر ان هو كمان يعمل لحضرتك في النقطه الثامنه، يعمل لحضرتك ريسيل في المستقبل، بيقدر ان هو يجيب لك شركه تشطب لك اليونت بتاعتك، بيقدر ان هو يشغل لك، بعض الشركات طبعا ان هي تشغل لك اليونت بتاعتك. فدي كلها مميزات بتبقى موجوده ان انت تروح مع شركه بروكر او مع بروكر، عن ان حضرتك تتوجه دايركت للشركه. انا من وجهه نظري بشوف ان حضرتك انك تروح مع بروكر اميز بكتير انك تروح للشركه دايركت. طيب في حالات معينه انك لو رحت دايركت هيبقى احسن من انك تروح مع بروكر. لو بتتعامل مع، لان السوق العقاري كبير جدا وفي اكتر من 15 طبقا لاخر احصائيات 15,000 شركه بروكر مسجله بسجل تجاري وبطاقه ضريبيه ان هم موجودين في الماركت، يقدروا ان هم يسوقوا نفس المنتج. من ضمن كل دول هتلاقي الايجنسي او البروكر اللي بيشتغل بطريقه بروفيشنال ودارس وفاهم قليلين. فاللي انا بقوله لحضرتك ده مميزات انك تروح مع بروكر، هو مرتبط بان انت تتعامل مع شركه استشارات عقاريه او مع بروكر يكون سمعته كويسه، شركه ليها سابقه يعني هيستوري في السوق معروفه، شركه كبيره، شركه الموظفين ثابتين فيها مش كل شويه بيحصل فيها تيرن اوفر، ان شركه كمان تكون بتحافظ على العميل، عندهم خدمه ما بعد البيع، في كاستمر سيرفيس، عندهم حد بيكلم حضرتك يقول لحضرتك هل الخدمه كانت مميزه، او الاستشاري اللي كان بيتابع مع حضرتك هل هو وصل لحضرتك الحاجه اللي انت عايزها، هل في مشاكل ولا لا. لازم يكون البروكر عارف يعني ايه الانفست ريشيو، لازم يكون البروكر عنده امانه ومصداقيه، لازم يكون البروكر ما بيستعجلش حضرتك، بيبعت لك تمبلت او بي دي اف او بيعمل لك اناليسيز وكومباريزون ما بين المشاريع بشكل بروفيشنال، ان هو يخلي حضرتك وانت بتشتري او وانت بتستثمر تبقى فاهم، ما يضغطش عليك في الشراء، يقدر يقول لك حافظ المناطق كلها، يقدر ان هو يقيم المشاريع. فدي مواصفات البروكر اللي المفروض ان حضرتك لما تلاقيه تبتدي بقى تاخده ان هو يبقى مسؤول عن عملية البيع بتاعت حضرتك وانت بتستثمر في القطاع العقاري بشكل عام. بالاضافة كمان الى ان لازم ان حضرتك تتأكد ان البروكر ده كمان بيشتغل مع الشركات او الشركه دي بتبيع مع الشركات الكبيره والبيج نيم، لان الشركات الكبيره والبيج نيم بتبقى دايما غالبا بتبقى محتاجه نوع معين وكواليتي معينه من البروكر عشان يقدر يجيب سيجمنت او كاتيجوري معين من العملاء اللي بتشتري هنا. فبالتالي انت لازم حضرتك تبص على كمان على مظهره، على شكله، على البادي لانجوج بتاعته، على طريقه الفولو اب بتاعته، على طريقته وهو بيتكلم مع حضرتك. كل دي معايير ومواصفات اكتر، بس طبعا انا مش هقدر اوضحها في الفيديو ده، مواصفات اكتر من كده للبروكر اللي المفروض حضرتك تتعامل معاه. انا بصفتي سي او لشركه بروكر موجوده في الماركت، اظن ان احنا بنقدم خدمه محترمه كويسه لحضرتك، نقدر ان احنا نبقى استشاريين عقاريين لحضرتك، تقدر تتواصل معانا مع الارقام اللي قدام حضرتك ونقدم لك خدمه مميزه. شكرا.